اول خطا اللي درتي فاش طلعتي للغربه وبغيتي الناس اللي جايين هنايا ما يديروش نفس الخطا ديالك؟ السلام عليكم الدراري، اليوم ان شاء الله فيديو جديد من برشلونه. اليوم الدراري داير مع واحد البنت شماليه غتلعب معنا في برشلونه، وكاع الشماليين تقريبا تيعرفوا. انا غادي عندها في الطوبيس ها هو جا. المهم الدراري دابا راني وصلت عند الدريه اللي كتسنى فيها، دابا غادي نوريها لكم. هما الاخوان شيماء، معايا شيماء من تطوان. بغيت نسولك بدا اول حاجه، واش تطوان ولا مارشي؟ انا من مارسي. مارشي محسوبه ولا تطوان؟ محسوبه لا تطوان. فوالا هذا السؤال الاول، هو فاليدا. السؤال الثاني غندير لك انا لونكيت دابا. واش دا انت اصلا علاش طلعتي اسبانيا؟ يا علاش طلعتي من الديبار؟ بحال اي واحد كيطلع حراك. علاش؟ قولي لي علاش. طلعت باش نصوفي راسي. باش تصوفي راسك؟ دابا انت طلعتي اسبانيا باش تخدمي، واش خدمتي ولا مازال؟ صراحه باقي. غنقول لكم علاش. فوالا قولي لي علاش. انا ملي كانت انا خصني نطلع كان كيقول لي عقلي كلشي غادي يكون هنايا ساهل، غير غنطلع نلقى الخدمه مسيبه كلشي ساهل. الا ما كانش عندك ديبلوم، الا ما كانش عندك شي صنعه، ما تقدر دير والو. مني انا وجدت الزيرو في الزيرو. بديتي كتعلمي شويه اللغه؟ شويه. دابا قلت لك اولا كومون ستاس؟ نقول لك بيانيتو. بيان. شنو هو الخطا اللي درتي فاش طلعتي للغربه وبغيتي الناس اللي جايين هنايا ما يديروش نفس الخطا ديالك؟ طلعت بلا صنعه، بلا ديبلوم، زيد بلا بيرمي. واش تزوجه قوريه ولا بنت بلادك مغربيه؟ السلام عليكم الخوت، كيف نتوما؟ بخير مزيانين؟ نتمنى يكون كلشي هو هذاك. اليوم معنا بطريق غادي نهضروا معاه اليوم ونسقسيوه على شحال من حاجه وخصو يجاوبنا بصراحه. بطريق مرحبا بك في برشلونه. بارك الله فيك، الله يحفظك. كما كتعرفوا بطريق كان مؤخرا خرجت له فيزا، واول خرجه كانت عنده كانت شبيهه لفرنسا باري، من بعد عاود رجع المغرب وعاود رجع. بطريق كيفاش جاتك الفكره تدفع الفيزا وشنو كنتي كظن؟ واش كانوا يقدروا يقبلوها لك ولا لا؟ اي واحد كنظن الحلم ديالو يجي لاوروبا. جربت حتى دفعت الفيزا، كانت عندي نسبه القبول. السيد اللي جمع لي الدوسي قال لي انت بطريق، قال لي عندك 70% يعطوك الفيزا. انا كنقول ليه 40% غيعطوني الفيزا. واش كتفكر ترجع للمغرب ولا تحرق الفيزا؟ لا ان شاء الله غنرجع للمغرب. واش متاكد؟ 100% راجع للمغرب ان شاء الله. ولكن راه اي واحد كيتمنى يكون في بلاصتك وتخرج له حتى هو فيزا ويجي لاوروبا. دابا بغيت نسولك، بنادم علاش كيطلع لاوروبا؟ 90% كيبغي يطلع باش يصوفي راسو. انا الحمد لله كاين البركه، الله يخليك. وكيفاش كانت ردة الفعل ديالك ملي شفتي راسك قبلوا لك الفيزا؟ وكيفاش كانت ردة الفعل العائله ديالك؟ الدار فرحوا. انا الدار ما قلت لهم والو في راسك، حتى شافوا الفيديو وخديت الفيزا. انا براسي تصدمت ما تيقش. واش تزوجه قوريه ولا بنت بلادك مغربيه؟ انا مغربيه بنت بلادي اخويا 100%. وبصح ما كاينش شي ما احسن من المغربيات ديالنا وبنات بلاد. بحال شنو مثلا الاسباب؟ في العادات والتقاليد. دابا قاوريه غتلقى مع مشكل تقول لك اميغو صاحبي ولا هادي. وحنايا الطبع ديالنا نتوما عارفين، الدراري اولا بصفه عامه الرجال المغاربه ديالنا كتكون نفسهم حاره. بطريق شنو الحاجه اللي ما عجباتكش في اوروبا؟ جوج ديال الحوايج الصراحه. الحاجه الاولى هي انا كبعيد على ديك الاجواء ديال الدار، الاجواء الشعبيه، العائله. الحاجه الثانيه الماكله، انا يا عزيز عليا الماكله بلديه. الحاجه اللي ما عجباتكش كما قلتي تاتينا بعيده على العائله والصنم الموخي. زيدي شي اضافه. توحشت الحومه ديالي بزاف صراحه، ما كنعرفوا بالقيمه الحاجه حتى كنبعدوا عليها. ديك الاجواء والناس اللي دايرين بيك، كنت كارهه حياتي تما. ودابا كنتمنى غير نهار واحد نرجع للمغرب. شنو النصيحه اللي تقدر تعطي للشباب باش يمشيو في حياتهم مزيان، وخصوصا اللي كيفكر باش يجي لهنايا لاوروبا؟ بالنسبه للدراري اللي كيفكروا يجيو لاوروبا، النصيحه اللي نعطيهم بغيت تفكروني بها هي يجيبوا حرفه. جيب معاك حرفه واجي صافي، ما كاينش شي حاجه اخرى كثر. اللغه غتجي غتعلم لها، ثاني ما غدوزو مع الوقت. جيب معاك حرفه باش تاكل طرف الخبز، سواء حلاقه، نجاره، بناي، اي حاجه، المهم تكون حرفه في يدك وجي لهنا وتوكل على الله. ما ديش يد الناس، ويكون قلبك مزيان، ويكون قلبك ابيض. ربي عمره يخيبك. عمرك تشوف شي واحد دار شي حاجه ولا وصل شي حاجه وتحسدو؟ بالعكس، عاند وما تحسدش وتقاتل باش توصل.